لو انت فاكر ان اصول الاوروبيين مثلا سواء بقى الانجليز او الفرنسيين او الطليان او السويد وايا كانت الدوله وحتى الاغريق بالمناسبه، لو فاكر ان اصولهم بنفس القدم او بنفس عراقه تاريخ المصريين او وادي الرافدين وشمال افريقيا تبقى غلطان. التاريخ المصري فعليا بدا تسجيله مع مانيتون السمنودي بدايه من توحيد نارمر قول حوالي 3150 قبل الميلاد، لكن اصول الاوروبيين ما كانتش وصلت لاوروبا الا بدايه من 2000 قبل الميلاد، يعني 4000 سنه بس هي مده عراقه اصول الاوروبيين في القاره العجوز. طيب منين جه الاوروبيين؟ مش من اصل واحد بل ثلاث روافد كبيره اندمجت على مدى السنين حتى نقدر نقول عليهم الاعراق الثلاثه: صيادي أوروبا الغربيين ويسترن هانتر جاذرز، مزارعي العصر النيوليثي القديم من الأناضول ال ENF، ورعاة السهول يمنايا القادمين من سهوب البونتيك والقزوين. بعد فحص عشرات الدراسات العلمية اكتشف العلماء أن العناصر الثلاثة دول هم أساس الأوروبيين بعدما امتزجوا ببعض. والقصة بتبدأ أن سكان أوروبا الأوائل قبل 10,000 سنة كانوا الصيادين الغربيين اللي أطلق عليهم الباحثين لافز ويسترن هانتر جاذرز أو اختصارا WGH. والصيادين دول سكنوا أوروبا في بدايتها الحضارية في العصر الحجري، وكان اعتمادهم الأساسي على نمط معيشة سكن الكهوف واصطياد الحيوانات البرية زي الغزلان والأرانب وممكن حتى الدبابة والسمك. وفضل على النمط ده لغاية 6 أو 7 آلاف قبل الميلاد لما وصل ليهم هجرات كان مصدرها الشرق الأوسط من الأناضول. وكان الصيادين دول ملامحهم غريبة جدا بالمعيار الحالي، بحيث كانت بشرتهم داكنة لكن لون عينهم زرقاء وعندهم طول قامة كبير. وبالمناسبة لون العيون الزرقاء احتمال يكون مرتبط برؤية أفضل في الظلام، وهم كانوا سكان كهوف زي ما قلت لك. الخلطة الغريبة بقى من الملامح دي استغلها حتى بعض الافروسنتريك عشان يدعي ان سكان الاوروبا الاوائل كانوا افارقة، لكن طبعا ده غلط لان السمار والبشرة الداكنة لا تعني اصول افريقية، ودول كانت سلالتهم الاساسية هي الهابل جروب IM 170. بداية بقى من 7 الى 8000 سنة الدراسات الجينية بتقول لنا ان هياكل المستوطنات واوائل المدن الاوروبية اللي كانت بعد الزراعة ما انشاهاش الصيادين دول، لكن انشاها عنصر جديد ومهاجر اسمه ال ENF أو اختصارا European Neolithic Farmers، ودول هاجروا من الأناضول عن طريق البر والبحر وأدخلوا الزراعة لأوروبا وامتزجوا تدريجيا بالصيادين المحليين بشكل سلمي في أغلب الأوقات. بالمناسبة كانوا متطورين جدا وليهم نمط معمار مميز ونوع من الكتابة البدائية، وكانت أشكالهم وملامحهم زي البشرة القمحية وعيون بنية ولون شعر بني وأسود، وكانت أطوالهم قصيرة شوية مقارنة بالصيادين. المزارعين دول بقى ورثوا الأوروبيين دلوقتي مناعة كبيرة نتيجة إن نمط حياة المدن المزدحمة بيخلي الإنسان وجسده بيتكيف على مقاومة الأمراض، ودول عندهم سلالات كتير أهمها السلالة GM 201، وأشهر ملامح ليهم نقدر نشوفها في الرجل أودزي. وإذا شفت أوروبي عنده ملامح شبه سكان الشرق الأوسط فغالبا ده وراثة منهم. حوالي بقى 4000 سنة من دلوقتي اللي هو 2000 قبل الميلاد، يعني مصر كانت بالفعل داخلة في عصر الدولة الوسطى، دخل أوروبا عنصر ثالث اسمه رعاة يمنايا جايين من سهول البونتيك والقزوين. الرعاة دول كانوا رعاة أحصنة وغنم وغزلان وخنازير، وكان اعتمادهم الأساسي على شرب الألبان واللحوم. وعشان كده فعلى عكس الصيادين والمزارعين فالرعاة كان عندهم طفرة لهضم اللبن بسلامة مش موجودة عند سكان أوروبا قبلهم سواء الصيادين أو المزارعين. الرعاة دول كان عندهم لون الشعر الأشقر وكذلك لون الشعر الأحمر، وكان عندهم البشرة البيضاء الشديدة لكن لون عيونهم كان داكن مش أزرق، وكان عندهم طول قامة وهامة كبيرة حاجة كده عاملة زي بروك ليزنر. مش بس كده، الرعاة دول اكتشفوا حاجة ربما تعتبر زي اكتشاف سلاح الدبابات في الوقت الحالي، هو ترويض الأحصنة وركوبها واستخدامها في الحروب، وكمان تطوير سلاح العجلات الحربية. وبس كده عينك ما تشوف إلا النور. ميزة استخدام الأحصنة في الحرب والعجلات الحربية خلتهم يكتسحوا أوروبا حرفيا ودخلوها كغزاة وقتلوا وسابوا أغلب المدن الزراعية في الوقت ده اللي كان أهلها خليط زي ما قلنا ما بين المزارعين والصيادين. السجل الأركيولوجي لأوروبا في الفترة دي مليانة مقابر وآثار لمدافن جماعية وضحايا لسكان المدن دي. اغلب الضحايا كانوا ذكور واطفال لان زي ما قلنا السيدات كانوا بيتاخدوا من المهاجمين، وبالتالي فاغلبيه اصول الاوروبيين من المزارعين دول جايه من السلالات الاموميه، بينما ذكريا اصولهم من الرعاة. طبعا بنتكلم على الشعب الحالي، واسلوب الرعي بتاع العنصر ده هو اللي حط نواه ظهور اوائل المجتمعات الاوروبيه والقبائل زي الجرمان واللاتين والايطاليين والسلت وحتى الاغريق على فكره اصولهم الاولى ولغتهم من قبائل اليمنايا دول، واسمهم برضو الهند اوروبيين اسمهم كده عشان قبائل اليمنايا دي زي ما توسعت في الغرب ناحيه اوروبا فهي كمان توسعت ناحيه الشرق، وظهر منها قبائل الهنود الآريين الغزاة اللي غزت حضاره وادي السند، وظهر منها كمان الفرس الاوائل وليهم يد في نشأة الاتراك الاوائل برضه. وعلى فكره تكنولوجيا صناعه العجلات الحربيه والاحصنه وصلت كمان للشرق الاوسط، ويمكن الهكسوس اللي هم ملوك الرعاة كان جزء منهم من اليمنايا او على الاقل تاثروا باليمنايا، وكمان الحثيين والميتانيين اللي حاربوا من الجيش المصري وانتصر عليهم كانوا من نفس العنصر. والعنصر ده اغلب سلالاتهم هي R1B M269 بالذات، وكمان ال R1A وفروعه، وهم ما يمثلوا من 60 وحتى 90% من سلالات الاوروبيين اليوم. وزي ما قلنا الاوروبيين دلوقتي اخذوا اصولهم اساسيه من الثلاث عناصر دول، ومن كل عنصر اخذوا ملامحهم سواء الشعر الاشقر والبياض الكتير من يمنايا
قارون العيون الزرقاء من شعوب الويسترن هانتر جاذرز اللي هم الصيادين، او المناعه والبشره المتوسطه والقمحيه من المزارعين الاوائل. وتقدروا تشوفوا هنا صور لجزء من المقابر الجماعيه لضحايا الاوروبيين الاوائل بعدما تم غزو القاره من الرعاة، زي هنا مثلا مقبره كوشيتسا في بولندا في الألفية الثانية قبل الميلاد، وتقدر تشوف زيها كتير في أوروبا الوسطى وأوروبا الغربية في العصر البرونزي. طب يا ترى بقى شعوب أوروبا الحالية مين فيهم الأقرب للعناصر الثلاثة؟ عندنا مثلا شعب سرديني حاليا هو الأقرب وراثيا وجينيا للمزارعين، وأعلى من يحمل المكون الخاص بهم بنسبة تصل ل 70-80%، بينما سكان الشمال الأوروبي والبلطيق زي السويديين والليتوانيين واللاتفيين ومعهم الكروات في البلقان، فهم أعلى من يحمل نسب من أصول الصيادين نسبيا مقارنة بباقي الأوروبيين، بس مش نسبة كبيرة. بعدين بقى عندنا إن البريطانيين والفرنسيين والروس هم أعلى من يمتلكوا مكون رعاة يمناية، بالإضافة لجزء من سكان شرق أوروبا زي البولنديين والأوكران. باختصار أوروبا الحديثة هي فسيفساء من الثلاثة عناصر دول، وطبعا في عناصر غيرها دخلت لاحقا زي غزوات شعب الهنغار والفنلنديين، بس العناصر الثلاثة دول من الصيادين والمزارعين والرعاة هم الأساس ورا جينات الأوروبيين المعاصرين، وقصص هجراتهم واختلاطهم وكمان صراعاتهم في إعادة تشكيل سكان القارة وهم اللي غيروا التاريخ.